مش معقول يا سالم يا ولدي، وهمل فكرك من الارض دي ملعونه. دي ارض ابويا يا عم شبراوي. ما تلقلها يا ولدي، ده كان مهرها، تبقى حلالي. عمرها ما حليت لحد. تتروت بدم اصحابها ولا بتطرحش غير المر والعلقم. اذا كانت بالرصاص طرحت خراب، تبقى بالحب هتطرح عمار. سالم يا سالم، يا لهوي الحق اخوك يا سالم. مال رضوان؟ عواد هيتضل واصل ورضوان لابد له في الطريق، الحقوا قبل ما يعملوا ويطخوا يا سالم. كلوا يا ولاد كلوا. يعني كانوا هيلبسوك تاج الجزيرة؟ ده دم ابوي، ده عار يا ناس. عارك قدام عينيك يا رضوان، عارك في حفا عيالك وخلقتهم المهربدة. حط عقلك في راسك يا رضوان، اعرف ان الحكومة خدت بطار ابوك لما حبس، ومرضك يا رضوان وعيالك هتسيبهم عوالة علي؟ وانت هتستفيد ايه لما تقتل عواد؟ هرفع راسه وسط الناس. قبل ما ترفعها هتكون الحكومة وطتها. اسمع يا رضوان، انا قعدت 5 سنين على خط النار وشلت عمري على يدي وزهقت من شكل الدم، عشرة الخراب، ونفسي دلوقتي في لون الخضرة. ولاجل مكفل حنفية الدم السايبة في بلدنا، انا هتقدم لعواد شايل كفني على يدي. هتقول ايه يا ولد ابوي؟ هتطيله راسي لاجل ما ارفعها في ارضي وارض ابوي. وقف عندك يا سالم لا تخك. انا مش ناقص عار على عاري. انا قدامك اهو يا رضوان، اقتلني لو عاوز. ده اخوك يا رضوان، مش كتر خيره. كتر خيره؟ ايوه. عاد الشكرين على الطرحه اللي هيلبسها لي يا سكينه. اوعى عليا تخها في صدري يا رضوان. لو دي هدي بالك ويخليك تعيش لعيالك. صدقني يا رضوان، اللي هعمله ده لصالحك ولصالح مرتك وعيالك اللي من حقهم يعيشوا ويتمتعوا باللي ما قدرناش احنا نتمتع بيه. الحمد لله على السلامة يا عواد. الحمد لله على السلامة يا عواد. مفيش سلام ولا كلام بيني وبينك يا سالم. ابوك قتل ابوي وقبله اخوي، دمهم متعلق في رقبتك انت ورضوان. دم يا سالم، دمي لازم اتناوله لاخر نقطة دم. فضوها السيرة وكفاكم دم. وايه اللي يروي غريلك غير الدم يا عواد؟ يكفيك اجيلك دارك شايل كفني على يدي؟ عين العقل يا سالم. لو ده يطفي النار اللي بينا ما عنديش مانع. موافق يا عواد؟ موافق. يا ناس افهموا بقى، افهموا. سالم بده ياخد مني عهد الامان لاجل ما يركب الارض. يرضيكوا ينولها بعد اهلي وناسي ما ماتوا من تحت راسها؟ الارض دي ما اختارتش غير في ايدين ابوي، دمه سال على فاسه وهو بيحزقها. انا طالب الامان عشان مستقبلي، عايز اشتريها من اصحابها عشان اعيش فيها انا واهلي وناسي. وكلكم عارفين مين صاحب الارض، بنت خالي. يبقى مين اولى بيها؟ اولى بيها اللي دخل بسببها اللومان 15 سنة،
وما عنديش مانع اعود تاني يا سالم واقضي بقية عمري هناك، ولا تحطش ايدك على شبر واحد منها. من غير الارض هموت من جوع يا عواد. وبالارض هتموت بايد انا يا سالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا 300 مرحبا بالحكومة. شربات للحكومة يا هلا. لا مفيش داعي، أنا راجع لك يا عواد. استنى هنا. اسمع يا سالم، عواد هددك قدام اهل البلد، لو قدمت شكوى ضده انا هقبض عليه حالا. المشكلة مش سببها عواد يا حضرة الضابط. مش عواد؟ امال مين؟ الجبل. كل المصايب اللي حطت على دماغ اهل البلد سببها الجبل ده، اللي مضيق على الناس رزقها. الناس زادت والجبل زي ما هو خانق على حتة الارض اللي بتتزرع جوا حضنه. اهل البلد بقت زي الكلاب السعرانة اللي بتقتل بعضها علشان حتة عظمة. والحل؟ ده نفس السؤال اللي كنت انا وزمايلي بنسأل روحنا واحنا على خط النار. كنا دايما نقول الحل ايه بعد ما نخلص من الحرب ونرجع لاهالينا تاني؟ نعمل ايه عشان ما نفضلش طول عمرنا في ايد الفجر اللي ما بيرحمش، واللي هيمص شبابنا وشجانا نقطة نقطة؟ ما كانش فيه غير حل واحد، لازم نعمر الصحراء. تفتكر لو الصحراء اتعمرت والفلاحين اتملكت الارض مشكلة الطار هتنتهي؟ اللي بيقتل ما بيقتلش عشان الطار يا حضرة الضابط، لكن عشان فقير ملوش حاضر يخاف عليه ولا مستقبل يبكي عشانه. بيقتل لانه جاهل، والجهل مطلمس عينيه. لكن انت عملت ايه في مشكلتك؟ انت مصمم تشتري حته الارض دي؟ الحقيقه انا شايف انك دور لك على حته غيرها، ما دام نفسك تعيش في سلام. يا سعادة البيه، السلام مش معناه انك تنازل عن حقي. دي ارضي اللي كبرت من خيرها. وفايدتها ايه الارض لو اشتريتها وعواد قتلك بسببها؟ فايدتها اني هموت وانا بدافع عن حقي. حتى الموت في الحالة دي يبقى له معنى جميل. الحقيقه ما كنتش اتصور ان افكارك بالشكل ده ابدا. انت خريج ايه يا سالم؟ خريج 5 سنين حرب يا حضرة الضابط. 5 سنين وصباعي على زناد البندقية، مستني الموت من يميني وشمالي. وده اللي خلاني اعرف قيمة الحياة. خلاص يا سالم، حكمت علينا نهرب من البلد كيف الولاية؟ يا رضوان احنا بنهرب من الفقر مش من عواد. لازم ننزل اسكندرية، لازم نشتغل ونشقى لحد ما نكمل تمن الارض. اسكندرية؟ وهنشتغلوا ايه في اسكندرية؟ هنصلحوا بصندوق ورنيش ولا بمواسح الهاجة؟ انا كتبت للمعلم عتريس على كل ظروفنا وعلى يدك. ما حدش من اهل البلد قصده غير لما جبر بخاطره وشغله. ما بالك بقى واحنا مش بلديات وبس، ده احنا جرايب كمان. يعني هنسيبوا ديارنا يا سالم عشان نبقوا عتالين في المينا؟ مش احسن ما انت قاعد تتفلى في الشمس طول النهار؟ ولا انت خلاص استحليت طعم الفقر؟ اسمع يا رضوان، انا اخوك الكبير وانا مسؤول عن العيله كلتها، وكلمتي هي اللي هتمشي. هتسافر يعني هتسافر. يا معلم عزيز! يا معلم عزيز! الله الله الله، انا ايه؟ خير يا طلبه؟ الحق، حلقة جامدة قوي في القهوة، الرجال هيموتوا بعضيهم.
بشر انت اهو، بشر انت اهو، بس اهو، جيب في ايدك يا بهيم، انت منك ليه؟ جيب في ايدك، الله، بس خلاص. حقيقي انكم انطاع، اشحال ما كنتوش بلديات، ولا خلاص اتبرعتم ما بالكمش كبير. مين اللي شعل الخناقه دي؟ الواد داوود. عامل لي فتوى يا ابن بيعة الملوحه. عم سليمان وولاده هم السبب. مالكش دعوه بابويا، هات. اتكلم على قد توبك يا ولد. اخلص عليه يا ابوي. كنت مواصل. يقول دلوقتي لعمك عتريس. تشكر يا سليمان. شايف الناس الكمل يا قفا؟ يا معلم عتريس ده عاوز يشتغل هو وولاده في رصيف 5 اللي بنشتغلوا فيه انا واخواتي. انت بتشتغل في رصيف 5؟ صدر مني كلمة، سمعتوا مني امر، ولا خلاص كلكم بقيتوا معلمين؟ انت واخواتك تشتغلوا في الكهنة، اتأسف لعمك سليمان. لا ولا تقدرت يا معلم عتريس. يصلحها القفا. لكن ده ظلم. خلاص، اللي مش عاجبه سكتي يشوف له دنيا غير دنيتي. ومن بكره لو شفتك انت ولا حد من اخواتك في المينا هلبسكوا تهمه تروحوا فيها في حديد. غر من قدامي. صباح الخير. يا 300 مرحبا، القهوه نورت يا الظابط. ايه الحكايه؟ سببها ايه الخناقه؟ خناقه؟ خناقه ايه كفل الشر؟ مين هيخانق مين؟ دول كلهم بلديات وبياكلوا في معون واحد، والحمد لله الاشياء معدن. غيرش بس كانوا بيتفقوا على مقاوله جديده. والاتفاقيه كانوا بيمضوها بالدم؟ الشباب ده مفارق بيه. مين اللي عورك يا داوود؟ محدش يا بيه، انا وقعت على رصيف المينا. جدع. وده برضه وقع على رصيف المينا؟ لا يا بيه، انا اللي كسرته. اصل عقبال عندك هنشتري طقم كراسي جديد. كده؟ طيب. مع السلامة يا بيه، مع السلامة يا سعادة البيه، مع السلامة. صعيدي صح يا ولد، بلديات بحق وحقيقي. أنا عفيت عنك. تقدر تنزل مينا وتشتغل، بس ما تبقاش تطلع عن خلفك تاني. عزيزة! عتريس؟ معقول برضه يا وزة تنزلي البحر في عز البرد بالشكل ده؟ انا قلت نجرب دمنا شويه قبل ما نروح حلقه السمك نتفرجوا عليك النهارده. هي فاهمة برضه مصممة تسقيني دم الترسة؟ اجري الحق لك كوز، يمكن ربنا يعوض عليك بعيل. لو عليا انا محتاج اشرب دم ترسة ولا كزوزة حتى. انما فاهمة هي اللي ما فيهاش شجر. نخلة ونشفي. ايه اللي خليها تطرح تاني؟ البركه فيك. بقالي سنين عمال انفخ في قربة مقطوعة عزيزة، لا قادر املاها ولا يبدي الست. انت سيد الرجاله يا عتريس، فهيمه جينا عارفاها، لو كان فيها خير كانت خلفت من مرحوم ابويا. على فكرة اهل ابوك بعتوا جواب. ولاد عمتي يمكن يوصلوا النهارده، المركب قامت بيهم بقالها جمعة. هنروحوا نستنوهم. اهم هيتحدفوا علينا، هيروحوا فين يعني؟ اصلي متشوقه اعرفهم يا عتريس، اهلي وقرايبي ولا اعرفش شكلهم لحد دلوقتي. شكلهم يعني هيكونوا ايه؟ خواجات مستوردة؟ اهم بلاليس زي غيرهم. لكن اهلي يا عتريس. وانا يا وز، مش انا اللي ربيتك وكبرتك؟ ولا سمح الله قصرت في حقك؟ انت في عيني من جوه يا عتريس، انما كلمة الاهل والعيلة دي لها طعم تاني، ما يحسوش غير ان حرم منها زيي. الله الله، جرى يا وز، قلبتيها مناحة كده ليه؟ اسمعي، تيجي نروح الملاهي الليلة؟ وازاي هنزوغهم من فهيمة اللئيمة؟ مالكيش دعوة، بس انت وافي. موافقة، مادام هنخزوها ونفرسوها ونخلوها تشوف قفاها. حرام عليك، ده لو كل عيل بكوباية كان زماني مخلف مدرسة. معلش يا حبيبي، كل شيء بمعاني. قدرني يا رب.
مساء الخير يا فهومه. اسم الله، كنتوا فين لحد دلوقتي؟ كنا بنزور المشايخ. والمشايخ فاتحه بعد نص الليل؟ اصل البنيه جالها جواب من اهل ابوها نفسها عزت عليه، قلت نروقوه، زورناها المشايخ. ايه غلطنا في القاضي عمر؟ انا داخله اوضتي اتخمد. مالك حاطه نقلك من نقرها ليه؟ زي ما كنت ضرتك. ضرتي؟ بعد ما شبنا مع بعض. شوية صبغة يا معلم عتريس، خلوك صغرت 20 سنة. ما سبقتش الشعلتين البيض دول ليه؟ خليهم ياخذوا العين عنك يا معلم عتريس. يا معلم عتريس، يا معلم عتريس. الحمد لله على السلامة يا عواد. تعيش يا معلم. هما كلمتين ومتدلع على البلد الليلة. خير؟ ايه الارض؟ أرض عزيزة؟ ابن خالها رايدها. وانت؟ محدش غيري هيركبها، حتى لو عدت اللومان تاني في سالم واخوه. اسمع عواد، سالم واخوه هينزلوا في داري، يعني في حمايتي، واللي يرشهم بالمية أرشه بالدم. طول عمرك شهم يا معلم، انما وشرفك الغالي لو حد منهم حط ايده على شبر فيها لا يكون دمه سابق عليها، سواء كان سالم ولا رضوان ولا حتى عزيزة. عزيزة؟ وعزيزة ذنبها ايه؟ عشان نهداها من عليها لوطيها. مفيش لزوم، احنا ما نمشوش الا في الخير، وليك عليا يا عم محدش هيركب الارض غيرك. يعني سالم واخوه هيطلع نقبهم على شغلك، ولما يبقوا يرجعوا لك قفاهم يقمر عيش يبقى اصطفي معاهم، تذبحهم تشنقهم، اسمهم بره داري. نفسي اركب القطر يا ماما. القطر بكذاكر يا ولدي. كذاكر يعني ايه يا ماما؟ يعني فلوس يا دنار. اللي يركب القطر لازم يدفع فلوس، لكن هنا في المركب بلوشي. قيمة ابوكي كده وعمك ما يسحبوا المركب. وعامل زي ابويا ما مفلس. عمك متبت على قروشاته يا ولدي، بيخاف على المليان خوفه على نواضره لاجل ما يشتري الارض، وساعتها بس هنعرفوا طعم الراحة وندوق الخير اللي اتحرمنا منه سنين وسنين. قاسين الله على الله، قاسين الله على الله، قاسين الله، قاسين الله، قاسين الله، الكلام قاسين الله، الكلام قاسين الله، محمد قاسين الله، نبينا قاسين الله، المشفع قاسين الله، يا زورا قاسين الله، قاسين الله، نجاشي قاسين الله. طلبة خدامك يا معلمي. يلا يا عزيز اسبقين على فوق. انت مش وراك شغل ولا النهارده في كنز؟ شوية تفاريح كده النهارده يا معلمي. مش قادر اوام بقى عشان تقول عزيزة لسه صغيرة، ما يغركش جسمها الفاير. يا معلمي ده اللي في سنها دلوقتي شايلة ابنها على كتفها. قلت نقفله على السيرة دي. امرك. ايه ده؟ مش تفتح يا تروبش؟ انا رضوان مانيش طربش. سمعني يا طربش دي. يعني خرنج، واذا كنتش فاهم دي كمان يبقى احسن لك ترجع بلدك وتجر الساقية اللي كنت متعلق فيه. يا بنت الفرطوس، ودي اللي هنروحوا فيك 6 اشهر ومن غير كفالة. كمليني سيبي خرجات احسن لك. ايه الحكاية؟ حصل ايه؟ في ايه يا شاطر؟ شاطرة؟ نعم يا حبيبي انت كمان؟ شاطرة ده ايه؟
حتى صباعي في بقي، ريالتي سايحه على صدري. يا ابوي دي متنوره قوي. انا بسالك ايه اللي حصل مش اكتر. اللي حصل ان البهيم ده وسخ لي فستاني. بهيم عمك كده يا اخوي. حافظي على ملافظك احسن لك. احسن لي؟ خفت انا، اترعشت انا، بقيت عرقي مرقي، وان ما حفظتش هتعمل ايه؟ هربيكي ما دام اهلك ما عرفوش يربوكي. انا متربيه عنك وهنلبقى في اللي امك خلفتك. عيب. اي تسلم يا جدع. تضربني؟ ايوه. طب ها. ايوه اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. اهلا يا سكينه، الحمد لله على السلامه. ثواب يا بهيم. اهلا وسهلا، عنك انت. على مهلك يا اخي. مبروك. اهلا يا رضوان، اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا رضوان؟ أهلا وسهلا. اهلا يا سالم. اهلا بيك. ازيك يا سالم؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. وحشتينا يا مرات خالي. خالك مات من زمان، ما بقتش مراته. خالي مات؟ كيف؟ وماله يا اخويا، ما احنا برضك اهل والضفر ما يطلعش من اللحم. اللهم صل على النبي، ولادك كبروا يا سكينه، ربنا يخليهم لك. تعيشي يا بنت الاصول. والله زمان يا جماعه، انتوا فين؟ اتاخرتوا ليه؟ كان المفروض انكم توصلوا اول امبارح. اصل الريح نامت، عطلت المركب يومين. ايه؟ طب اتفضلوا. وايه اللي يركبكم المركب؟ هو في احسن من الديزل؟ اصلنا ما لحقناش الوابور. اتفضلي. حاجه مش قد المقام، انت مقامك طور. الله يستر. الله يخليك. ده انتم جيتكم عندي بالدنيا كلها. عن اذنكم اوضب لكم اوضتي. اوضتي كيف؟ احنا هننام هنا. يا نسيبتي دي الزريبه اللي بينام فيها البعض. وماله، ما احنا هنتفاهم معاه. نعم يا اخويا. هنقول له ينام في الحوش واحنا هننام في الزريبه، وهو هيوافق مش هيرفض. دخل العفش يا سكينه. ايوه حاضر. خش يا مخي مداس، خش. الطور. بقول لك ايه يا ست فهيم؟ ايوه يا سالم. ايه رايك في الخلخال ده؟ حلو قوي. عيله صغيره. ايه وهي عزيزه ايه يعني؟ عزيزه كبرت وبقت عروسه، خرطها الخراط والدعورمات. عزيزه؟ ما انت بقالك مده ما شفتهاش. ما تتجوزها يا سالم، ده عرضك ولازم تصونه. او ماله، بس يعني المدرسه. مدرسه ايه؟ ده كان زمان ايام المرحوم خالك. يعني سابت المدرسه بعد ما خزقت عين تلميذه. يا قوة الله. حطوها في الاصلاحيه سنتين، وبعد ما خرجت كنت اتجوزت عتريس، لكن ما هنتش عليا. ما هي مهما كان بنت المرحوم جوزي، لكن خير تعمل شر تلقى. قصدك ايه؟ البت بقت نار على زيت حار، مش طيقاني. تقولش انا اكلت مال ابوها؟ وجوزك؟ عتريس ده زي ما يكون مبسوط من قله حياها وعدم ربايتها، بيهننها ويهشتكها ولافعها بديله ليل ونهار. البت معذوره يا ست فهيمه، اتحرمت من ابوها ولا ما بحبش حد يضايق زي الواد طلبه وغيره. طالبه ده ايه؟ ده لو لجع منه هز الشعره من مقاصيص. طب ده انا النهارده مسخرت لك 2 جدعان اخر مسخره، وفرجت عليهم مرسى المحموديه بحاله. انت برضه رحت المرسى النهارده؟ ما قطعتش الامل، قلت يمكن ولاد عمتي يوصلوا النهارده. يا خساره، الظاهر ماليش اسم اتعرف على اهلي. ما تقهريش روحك. اهلك وصلوا ما هم. فين؟ وادي سي سالم. ايوه دول هم. قصدك ايه؟ الجدعان اللي مسخرتهم. اهلا يا رجاله. وجعت في يدي يا بنت الفرفوس. ويهون عليك برضه تضرب بنت خالك. يا عزيزه كفك يا بنت الخال يا مجدع. يلا يا سالم خد بطارك من بنت خالك. شفت لما الاهل ما بيودوش بعض بيبقوا اغراب ازاي؟ ان شاء الله مش هنتفرجوا تاني. بقى 3 ايام استنظاركم في المرسى لحد ما قابلتكم النهارده، وبعد كل الاستنظار ده اطلع بقلم سخن على وشي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بالحضن يا رضوان. بالحضن يا سالم. نورتوا المينا يا رجاله. ومعاهم ابو العباس. انا النهارده زي ما تكونوا لقينا الايه. اهلا.
بالهنا والشفا على قلبك يا ابن عمتي. اللي قولي اخبار البهايم ايه يا رضوان؟ ماليه البلد. يا ما نفسي نشوفوا بلدنا. ما هتشوفيش وحش، ما هتلاقيش هناك غير الفجر على يمينك والهم على شمالك. انت جميلك على العين والراس يا معلم عتريس، لكن عيب ارمي حملنا عليك اكتر من كده. احنا قصرنا في حاجة عزيزة كتير، لكن من هنا ورايح لازم نبقى مسؤولين عنها ولازم تبقى في حمانا. ها قلت ايه يا عزيزة؟ انا مش ممكن انسى جميل المعلم عتريس اللي رباني بعد ابويا ما مات. والحل يا بنتي؟ يعني ما ينفعش ابقى ما بين هنا وهناك، يعني شهرين 3 في اسكندريه وزيهم في الصعيد. خلي بالك يا سالم، عزيزة متربية على الغالي وطلباتها كتير. لو ربنا حقق لي اللي في بالي ما حدش فينا هيبقى ناقصه حاجة. أنا هزرع ال3 جراريط بتوع عزيزة، ده طبعا بعد ما اشتريهم منها وادفع لها ثمنهم. صحيح، ليه سالم ما يزرعش الارض بدل ما هي متسابه كده؟ وماله بس يعني. عندك مانع يا معلم عتريس؟ اخص عليك يا سالم، وانا برضو يخلصني امنع الخير لاهلي وناسي؟ كل الحكايه انا خايف حد يقول ان ارض البنايه اليتيمه دي راحت بلوشي، ولا ايه يا فهيم؟ أنا بقول لك هدفع ثمنها يا معلم. أنا معايا 140 جنيه، ويعني مش هتفرق بينا إذا كان السعر شوية فوق ولا شوية تحت. بس السعر اللي بتعرضه تحت قوي يا سالم. مش احسن ما هي مرميه بورك ده؟ اصل بصراحه بقى يا جماعه عواد عرض عليا 500 جنيه. عواد لا يمكن يركب ارض بنت خالني طول ما انا واخويا على وش الدنيا. ما قلت لك نطخه يا سالم ونخلص منه. ملهاش كلام صغير يا رضوان. عواد كان جاي ياخد الارض وياخد عمر اخوك سالم، لكن انا وقفت عند حده، قلت له طول ما سالم ورضوان في حمايتي ما حدش يمس الشعره منهم. جدها وجدودها يا معلم عتريس، انت جميلك على العين والراس، لكن أنا كنت فاكر ان تمنها اقل من كده. لكن ما تشغلش بالك، انا واخوي هنشتغل لحد ما نسدد تمنها، ولا يمكن هنرجع البلد الا وعقد البيع في جيبي. 500 جنيه في 3 جراريط عمي، ليه؟ هنفحتوا فيها تطلع لولي؟ صراحه يا سالم انت ورطت روح. وورطت معاه، تقدر تقول لي هنجيب الفلوس دي كلها منين؟ من شغلنا يا رضوان، من كدنا وعرقنا، ان شاء الله ننحتوا في صخر الضعف. ترجعني. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان ارضها هتبقى ارضك. طب ما اتجوزها هاني. هتقول ايه يا رضوان؟ نسيت. لا يا سكينة، مش انا اللي اعيش عوالة على مال واحدة ست. شحال بقى لما يكون المال ده مال بنت خالي. اذا كان فيه كلام عن الجواز هات 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 دول يا معلم من قدرت المهم. تعالى يا ولد، مشي حالك بدول لحد ما تقبض اخر الجمعه. ربنا ما يحرمنا من كرمك يا معلم. هات امك، انت فاكرهم بقشيش ولا ايه؟ ال3 جنيه دول هتسددهم شيء في شيء، ده غير يلا هتدفع على كل جنيه يخش جيبك. تؤمر بيه يا معلم. خلي داوود يقعد معاه في اوضه لحد ما الاقي له متوه. ماشي امرك يا معلم. انت فين يا معلم عتريس؟ اهلا. اهلا كيف؟ انا واخويا قلبي عليك المينا. خير؟ اتفضل معايا على القهوه، مستنيك هناك. اتفضل. اقعد. اهلا يا معلم عتريس. اهلا يا سالم. لا مؤاخذه يا سالم، المشاغل كتير، ولولا كده ما كنت سبتك دقيقه واحده. الله يكون في العون. قول له، ما تقول له. خير يا رضوان؟ عاوز سالم يقول لي ايه؟ لا ابدا، اصل رضوان، قصدي انا ورضوان بقالنا 10 ايام قاعدين اهو، لا شغله ولا مشغل. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل. ده البيت بيتكم يا رضوان. طب عليا النعمه، انا لو كان عندي عيال كنت دبحتها تحت رجليك. قد الجول يا معلم عتريس، بس احنا كان عندنا عشا ما تشوف لنا اي شغله في المينا. ده انت هنا الكل في الكل. ايوه، وكل حي عمال يقول المعلم رايح المعلم جاي، ولا هي صوت على الفاضي. ربنا العالم يا سالم ايه اللي بعمله علشان الاقي لقمه العيش. بس بقى النقابه بتاعت عمال الشحن مزنقه عليا حبتين، استنوا عليا جمعه يمكن الاقي لكم حاجه مع العيال بتوعكم. لسه هنستنى جمعه؟ ترى ايه، الصبر حلو يا معلم رضوان، وزي ما قلت لكم قبل كده البيت بيتكم،
جمعة 2 شهر سنة 10 مرحب بيكم على عيني وعلى راسي. على اذنكم بقى عشان عندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة. وبعدين يا سالم هنفضلوا قاعدين كده زي المقاطف؟ ما ديك سمعت اللي قاله المعلم عتريس يا رضوان. سمعت ايه يا راجل؟ احنا جايين هنا عشان نشتغل ونكملوا تمن الارض ولا نصرفوا اللي معانا على كروشنا؟ يلا يا ابوي لازم نشوف لنا صرفه. قوم. وهي دي تصريفه يا رضوان؟ ترجع البلد تعمل ايه؟ واقعد هنا ليه؟ استنى لما مد ايدي للسؤال؟ اخص عليك يا رضوان، هو احنا قصرنا في حاجه لا سمح الله؟ مش انت اللي مالكي ودان عتريس عشان ما يديهمش الارض لاجل ما تحطيها في عبك؟ انا يا عزيزه؟ ايوه انت يا عيون عزيزه. هو انت كنت اتجوزت ابويا عشان خاطر سواد عينيه ولا عشان خاطر طمعانه في الكام قيراط وعايزه تكوشي عليهم وتطلعينا انا واهلي من المولد بلا حمص؟ ولما انت يا اختي خايفه على اهلك قوي كده ما قلتيش لعتريس ليه يديهم الارض؟ ما هو المال مالك والكلمه كلمتك. ايوه كده ظهري على حقيقتك. بقى عايزاني اتعارك مع عتريس عشان يقول عليا قليله الاصل واسيب لك ودن تحطي له فيها السم. سامعين؟ شاهدين؟ انا لساني بينقط سم. عيب كده يا بنت خالي. دي في مجام امك برضه يا عزيز. دي وليه تحتانيه من ساعه ما وصلت وهي مش طايقاكوا عشان انتوا من ريحه المرحوم ابويا. غلطانة يا عزيزة، غلطانة. ده إن كان في حد بيشجعنا على إننا نصبر ونتحمل لحد ما نلم تمن الأرض تبقى فهيمة. حقك على راسي يا أستاذ فهيمة، وإن كان صدر من عزيزة عيب علقيه في رقبتي. وسع للبويب. ايه الهنا ده كله؟ ده الكر بتاع المرحوم ابويا. العيش وبتفتكري. وابن حلال مين اللي دلكوا عليه؟ فهيمة. مين؟ فهيمة. اهي مره في حياتها تقول حاجه عليها الطلب قلبها فيه الخير. وبقيت الخير على ايدك ان شاء الله. تحت امرك يا عزيزة. تساعد ولاد عمتي يشحنوا الكر وتوريهم المعلم عتريس يقدر يعمل ايه. ولا طلبة. عمرك يا معلمي. لف مع الاسطوات على كل معلمين الشحن. قال لهم المعلم عتريس عاوز الكر بتاعهم اول من يحمل. مفهوم ولا؟ عمرك يا معلمي. يا سلام، هو احنا نقدروا نتاخروا؟ تشكر يا معلم عتريس، اهو ده العشم برضه. على فين يا عزيزة؟ مع ولاد عمتي نشتغل ونكسبوا لقمتنا. وسع للبويك يا جدع. ما تشدوا حيلكوا يا رجاله، هنقعدوا في نقله واحده طول النهار. هو احنا لينا غير كتف واحد هنشيل بيها انت خالد؟ اجري حضر لنا لقمة للغدا، يلا يلا. سالم. سالم. سيادة العميد عزمي. سيادتك اخر واحد تتصور اني قبله هنا. انت نسيت اني كنت مهندس قبل ما اكون ظابط ولا ايه يا سالم؟ يا ترى العمال هيقولوا ايه لما يشوفوا الباشمهندس بتاعهم بيحضن عرباج الكرو؟ هقول لهم ان عرباج الكرو ده هو اللي خلاني عايش على وش الدنيا لغايه دلوقتي. يا فندم انا ما عملتش غير الواجب والله. تعال يا سالم، ده وحشني قوي. تعال. احنا مش اتفقنا يا سالم اننا اول ما نخرج من الجيش اننا نبقى على اتصال مع بعض؟ عدم المؤاخذة يا فندم، هو فعلا تقصير مني، لكنها ظروف حكمت لها. المهم زي اخواننا كلهم بخير يا سالم. وانت؟ الحمد لله. الدنيا توها ما ضحكتني النهارده، ولقيت الكرو اللي حضرتك شفته بره بشتغل عليها انا. نفسي ومنى عين اشتريها وهفضل اشتغل لحد ما الم في ثمنها. انا تحت امرك يا سالم، لو احتجت اي فلوس قول لي. عشت يا فندم، الله يخليك. انا بتكلم بجد، دينك اللي في رقبتي مش ممكن انساه ابدا. يا فندم مقابلتنا النهارده تساوي كنوز الدنيا بحالها. على فكره حضرتك بقى عندك كام عيل دلوقتي؟ كام عيل؟ لما اتجوز الاول. ازاي ده؟ حضرتك ما كان لك سيره واحنا في الجبهه غير خطيبتك. ولغايه دلوقتي لسه خطيبتي. ليه؟ في حد معارض في جوازكم؟ ايوه يا سيدي، اصحاب العمارات،
اصحاب العمارات مش عاوزين يدوني شقه. مهندس ومش لاقي شقه؟ الشغل على قفا من يشيل يا سالم، بس للي يدفع. قصدك خلو الرجل. ده انا لو كنت صاحب بيت كنت اعطيتك شقه وفوقها 100 بوسه كمان. ده انت حاربت عشان الناس دي، دافعت عنهم وعن شرفهم. يظهر يا سالم انه قعدنا على الجبهه 5 سنين نستند طباع الناس، خلانا نحلم اكتر من اللازم. سالم يا اخوي، انا فرغت الكرو، مش هنعود ونجيب الحموله التانيه؟ تعال يا رضوان. اهو ده رضوان اخويا يا فندم. يا بختك يا رضوان، اخوك بطل عظيم، دمر لوحده 7 دبابات. يا ابوي 7 دبابات؟ ولا تقوليش يا سالم. وافرض قلت كان هيحصل ايه يعني؟ كنت هتمرع على حسك، هتفشخر على اهل البلد. دول 7 دبابات يا جدع. ده يوم ما حد في بلدنا بيصطاد فار بيمشي فارد صدره وفاهم نفسه عنطر زمانه، وهو تعرف يا ابن عمتي ان قلبك جامد قوي؟ اصل رضوان قال لي على 10 دبابات اللي فرقعتهم في الحرب. كوام عملتهم 10 رضوان. يا راجل اتبحبح، واحنا دافعين حاجه من جبنه؟ وانت بقى قلبك جامد في ايه؟ لو صحيح عايز تتكيفه من بنت خالك كنت تعالى شوفني اول ما دخلت الاصلاحيه. ايه خشني خمه يعني وعنها، وكانوا عايزين يفلقوني. ايه اللي بتقوليه ده؟ خشني ويفلجوني؟ يفلجوني يعني ايه؟ يفلقوني يا ابن عمتي، يعني كانوا عايزين يرقعوني علقه موت عشان يكسروا مناخيري ويمشوا رايهم عليا. وعملت ايه يا بنت خالي؟ عملت عتريس. عتريس؟ كيف بقى يعني؟ شلت كرسي وهبته في لمبه العنبر، قلبتها ضلمه وعينك ما تشوف غير كل صاحب عاهه، كله عمل عيش، وبقيت انا البرنج عليهم بعد كده. يا نور النبي، برافو عليك يا بنت خالي يا مجدع. مالك يا سالم؟ مش مبسوط ان بنت خالك بنت مجدع؟ دي مش مجدعه، دي بلطجه. في حاجات كتير فهمتها غلط يا عزيزي، وربنا يقدرني وافهمك الصح. يعني مثلا ليه ما ترجعيش المدرسه تاني؟ يعني بعد ما شاب ودوك كتاب اللي يستحق العلام ولاد رضوان. يا ريت يا عزيزي. ويا ريت ليه؟ المدرسه ما هي جنبنا. يعني ممكن سيب الحكايه دي في رقبتي، وان حبيت ادخلهم لك الجامعه من اولها انا سداده. والله ما قدرت تسيب لك ذكرى عطره يا خالي. طول عمرك اسد، ولما خلفت خلف ايه؟ اسد برضه. يا معلم عدريس، يا معلم عدريس. مرحبا وزة، اهلا بالمعلمين. زي البغل بيسلم عليك. عزيزه عاوزك في حاجه مهمه. هنشوفوه عايز ايه؟ وانتوا فوتوا عليا بعد ما تحملوا الكارت. ولاد عمتي دول عيال شغيله يعجبوك، من طلعه الفجر تلاقيهم جاهزين، يعني لو ربنا سهل لهم هيسددوا تمن الارض في 6 اشهر. ربنا ينولهم اللي في مقصودهم. وكل دبابه دول من جمعه كانوا 10 بس، وانت اللي قايله لي. انا والله انا خايف شويه تقولي هو اللي كسب الحرب لوحده. المهم انه جدع وقلبه زي الحديد. الظاهر انه عامل لك قاعده في نافوخك يا عزيزه. مش بيقولوا ان القرعه هتتباع بشعر بنت اختها؟ قال ولا سالم ده بقى شعر بنت اختها؟ وانت بقى بشر. ده انا ما تعيبش، ده انا سنيوره من بلاد بره. شوف بقى لما تبقى واحده زي كده ما ولدتهاش ولاده ويزيد عليها قريب يشرف. يا لهوي يا لهوي، ربنا يكون في عون اللي هيبص لي وقلبه ينشق من حلاوتي. يعني انت شايفه ان سالم ده يشرفك؟ يو امال. وانا يا عزيزه انت ايه يا معلم؟ مشرفكيش يا خبر، ده انت سيد الكل. يعني بتعزيني يا عزيزه؟ معزتي اللي مرحوم ابويا تمام. يلا بنت خالد، حملنا وطالعين على التفريغ. بالاذن يا معلم. طريق السلامة. مش تلم البنت دي يا معلم ولا هتسيبها كده على حل شعرها؟ مالكش حق يا طلبه، مش اهلها ولاد عمتها؟
هو سالم ابن عمتها ده مش راجل؟ وسيد الرجاله ويجوز لها. ان جبت الحق يا طلبه الولد سالم ده راوشني. ده حته عيل زي ده يروشك انت؟ كلامه بيقول انه عاوز الارض، لكن حركاته بتقول انه عاوز عزيزه. وليه ما يكونش بقى عايز يكوش على الاثنين؟ ما انت عارف شرطي، محدش هيركب الارض الا اللي يتجوز عزيزه. طب ما انا عرضت عليك قبل كده ان اركب الارض والفلوس جاهزه. الحكايه مش حكايه فلوس يا طلبه. الولد سالم ده ولا كاين، فحت البيت لغايه ما كلب عليها حلاوه. خلاها تترجاني واديت له كلمه ان بيع له الارض لو حوش تمنها. وانا سمعت كلامك زي اللطخ وفتحت لهم ابواب الرزق في المينا على المستريح. اسمع يا معلم عتريس، ما تاخذنيش في دي الكلمه. من بكره الصبح انا هقطع رجل سالم واخوه من المينا. ما تحرجنيش يا طلبه، دول في عزوتي. يا روح ما بعدك روح. انا بقالي 15 سنه طافح الكوته لاجل ما اشتري حته ارض واقعد في بلدي سلطان زماني. وبعد اذنك يا معلم عتريس، الارض دي ما حدش هيركبها غيري، وعزيزه ما حدش هيتجوزها غيري انا سبقت وكلمتك عنها من سنتين. يا خبر يا طلبه، انا ما كنتش اتصور ابدا ان مقطع فيك بالشكل ده، وانا مهما كان قلبي اخضر ويصعب عليا وجيعة صنف قلبي يحب. بس وحياتي الغاليه خلينا انا بره الموضوع، ما تطلعنيش صغير في عينين الرجاله. اطمن يا معلم عتريس، سالم واخوه هاخدهم قشطه جنابي بعد عنك قوي، واللي اكلوه على ايدي بط بعون الله هيدفعوه وز وز. خف ايدك امال شويه يا عم خليل. ما امال خليك راجل. راجل كيف؟ الموسم متلم. مسلم كيف يا ابو؟ ده انا بقالي 15 سنه بحلف بيه للمينا كلتها. المينا؟ قصدك الملك مينا. الا قول لي يا عم خليل، بقالك كتير بعيد عن بلدك؟ فوق عن 30 سنه يا ولدي. يا ابوي، وقدرت تبعد عن بلدك السنين دي كلها ايه؟ ده الود ود انا واخوي سالم نغمضوا عين ونفتحوا التانية لاجل روحنا نعمل حق الارض لاجل ما نعود البلد تاني. كل واحد بيتمنى يعمل قرشين ويعود بلده، لكن الحقيقة يا ولدي لا حد بيحوش ولا حد بيعود بلده. اديني قدامك اهو، كل طلعة شمس اقول مين يعودك بلدك ودارك يا خليل. 20 سنة يا ولدي، وكلمة يا ريت هي زادي وزوادي. ما فاضلش غير امل واحد، اعودها على ظهري ويدفنوني في ترابها. انت هتجلبها تعمل ايه بس يا عم خليل؟ ربنا يديك طول العمر وتعيش لحد ما تعور دجن ابني زي ما عورت دجن ابوه. مش حالك. دجنه كده مرة واحدة؟ طب كنت طاهره الأول. اسمع يا رضوان، يمين بالله ما حد مطهرهولك غير أنا. طب ده أنا إيدي في العملية زي المرهم. تحب الدراب؟ ابعد ايدك يا راجل انت. انت ما دفعتش الفرد لعمك سليمان ليه يالا؟ انت بتطنش؟ ما ترد، ما دفعتش الفرده ليه؟ ومناسبتها ايه نطبحوا الكوت انا واخوي وهم يقبضوها على السلمه؟ ما تحييش يبقى ابو فروه انا؟ انت مش متربي؟ الله. طب انا حواليك بقى علم اخوك يا سالم ان غموس اللقمه حاجه اسمها الادب، ومن الساعه دي لو حط رجله في المينا هقطعها له. الكلاوي على الشر يا طلبه. اديك فهمتها كده بقى ده الغلط دخل دارك. انا حبيت احفظ لك مركزك واعمل لك حاج عرب، لكن بعد كلامك ده يبقى ابويا وابوك الكانون. انت بتلم فرده من عمال اللي جاي من بلادهم على كعوب رجليهم يعدوا الفلكات، يعني تبرع. اسم الله على. ولا انت عايز تعمل لنفسك قانون خاص؟ ماشي كلامك يا بيه، بس عايز الفت نظر حضرتك لحاجه. سالم واخوه ما عندهمش تصريح بالعمل ومش مشتركين في النقابه. ده مش شغلك يا عم سليمان، وانا من النهارده مش عايز اي احتكاك يحصل بينكم وبين سالم واخوه، فاهمين؟ اتفضلوا دلوقتي. بينا يابا.
انت الوحيد اللي عنده الشجاعة الكافية وجال حد هنا عشان يشتكي طلبة ورجالته. ياما ناس اتقتلت وراح دمها هدر علشان اهلها خافوا يشتكوا. ما خافوش على روحهم يا بيه، دول خافوا على لقمة عيشهم. الجوع كرباج يا بيه، اللي ينضرب بيه ما يقدرش يقول احمد يلعب بالكرة، الكرة في بول. خد اقرا الكلمة دي يا بول. زرعة. كل كلمة تقول لي زرعة زرعة، وكمان عايزك تتشطر يا محروس، ما تطلعش زي ابوك بهيم. لا يا بو، انت مش بهيم، انت بني ادم. اوريلك ازاي ان انا بهيم. تعرف الكلمة دي ايه؟ تعرف تقراها؟ رد عليا ما تحفرطنيش. قراها؟ لا. عرف ان الكتاب مقلوب؟ لا. ليه؟ عشان بهيم يا بو. توك ما بقيت بني ادم وبتفهم. يلا انكشف، اجي لعمك سالم يقرا لك اللي انت عايزه، امشي. الرحمة يا ناس. رضوان، مش تلحق تغير خرجاتك عشان نروح السيما مع اخوك سالم؟ سمة ايه يا ولي؟ انكش حجي سخنين صفيحة مية. بقالي شهرين جيت تاكلني. يعني حبك الحمى النهارده؟ مش كنا خرجنا شفنا الدنيا؟ يا ولية افهم يا ام مخ ضيق، سالم خارج دلوقتي وبقالي شهرين ما دلقتش المية فوق راسي. جيت بتاكلني. الله، انتوا بتسلطين عليا؟ ده انا بشر. الرحمة يا ناس، الرحمة يا عالم. استحمى لما نرجع. لما نرجع؟ استحمى كيف وانت نايم فوق راسي من يوم ما جينا؟ ابن امك وابوك وتاخد العيال معاك. اخد العيال؟ اصل الواد محروس ده ابن الجنيه، هيعمل لي المذاكره حجه ويقعد مفنجل عينيه ويقول لي زرعه حصده. الرحمه يا ناس. ربنا يقويك يا رضوان. السلام عليكم. مساء الخير. يسعد مساك. يا عزيزه، عزيزه. راحت السيما مع سالم. الله الله، هو سالم بقى راجل بيت وانا مش جاري ولا ايه؟ وطي صوتك لاخويا يسمعك. ازاي وليه خرفانه تسيب البت تخرج مع سالم لوحدها؟ ما احنا قلنا نستروا البيت مع ابن عمتها وهو اولى من الغريب، وبيني وبينك عينها منه ورايداه، مالك ومالهم بقى؟ مش نازل لي من زور من ساعه ما جاوبت حنجل على البنت. بنت عينك. سيبك من عزيزه وخلينا في روحنا. فاكر زمان يا عتريس لما كنا نقفلوا علينا الباب ليله الخميس وما نفتحوهوش غير نهار السبت؟ مش واخد بالي. انا هفكرك. الليله دي الخميس، خش غير هدومك يا حبيبي، ده انا عامله لك اكله سمك هتاكل صوابعك وراها. سمك؟ وبالليل؟ يا اختي، هو انت اللي بطروخ وبطروخ؟ مش عاوز ادفع. بلاش، اشرب يا حبيبي. الساعة بقت 10 وسالم. اشرب اشرب وروق وما تعكرش دمك. قول لي يا ابن عمتي، انت مالكش في البلد جو؟ في البلد عندنا اللي يعمل كده يطير ورقبته في عز الظهر. امال بتتجوزوا ازاي؟ عمياني. عمياني؟ ايوه عمياني. على كده عمركم عرفتوا الحب؟ الحب بيبقى في القلب يا بنت خالي. فاكر اول مرة شربتني فيها خمرة حصل لي ايه؟ ايوه، ليلتها دخت ونفسي الليلة دي ادوخ كمان. لا لا يمكن ده يحصل. سلامتك يا اخويا، في حاجة؟ انا راجل يا فهيمه، راجل قوي وانت عارفه،
ولا يمكن عيل زي سالم ده يلبسه السلطانيه. اوعى سكتي. انت يا بهايم اللي جوه. انت يا بهايم. انت اللي نام في العسل، اصحى. ما تعال يا عتريس بلاش فضايح. الفضايح محلة الست فهيمة، بقينا نص الليل وسالم لسه ما شربش. جرايه يا معلم، ما نغير حجته معاه. حجة؟ طب قول لي حجة واحدة تخليني ارضى ان اخوك يحط راسي في الواحد. معاش اللي يوطي راسك يا معلم عتريس. امشي خش جوه. هو انا طرطور يا سالم عشان تخرج مع عزيزة من غير اذني؟ ماني يوماتي بنخرج مع ولاد عمتي، ما زعلتش ليه؟ تخرجي عشان شغل انما تخرجي مع سالم وترجعيني نص الليل اهو ده اللي مش ممكن اقبله ابدا. لو كنت في البلد كنت تقدر تعمل كده؟ فيدي عندك حق يا معلم عتريس، انا غلطان وكان لازم استأذن. حقك على راسي. اهو ده اللي بناخدوه منك، تعمل عملة قد كده وفي الاخر تقول لي حقك على راسي. انا سكت لك على مروحك الكراكون عشان انت في حمايتي، لكن لما حاجه تمس شرفي انا اضيع فيها رقبتي. جرايه يا معلم عتريس، هو كان اكلها ولا طلبها؟ ما هي قدامك اهي يا استاذ خليل، سمكان دي بنت خاله يعني لحمه ويخاف عليها اكتر من غريب. تقصد انت كمان؟ يعني لو انت متضايق من خروجها معاه نجوزهم، صح يا فهمت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، اخوك يتجوز البيت ويلها في الارض بلوش. ده مال يتامى يا عالم. جاري كلامي، مش قلت لك قرايبك داخلين على طمع؟ دخول الارض باللي هيجي منها لو كنت طمعان في مال بنت خالي. جرايه يا معلم عتريس، الحمد لله ربنا مسهلها وكلها شهرين ثلاثه واسدد لك ثمن الارض. ثمن الارض حاجه ومهر عزيزه حاجه ثانيه. يا اخوانا دي امانه في رقبتي قدامي على اوضتي ومفيش خروج تاني الا باذنك. خدي تعالي هنا. الولا سالم قلب دماغك وقال لك ايه وانت معاه؟ انا ابن عمتي متربي ما افهمش في شغل الاونطه ده. انت لسه عيله صغيره وسالم ده انت مش قده. عزيزه ما بقتش عيله يا معلم. انت اما شوفي انا ناوي على ايه. وانا كنت اجرمت في ايه؟ عشان خرجت مع ابن عمتي خلاص؟ يوه كله منك انت يا وش المصايب. لو ما كنتيش اديت لهم العربيه والبغل كان زمانهم راجعين بلدهم كعابي. طلبه طلبه طلبه. ايه يا معلم عتيق؟ انزل. بالسعاده يا معلم، ده احنا وش الفجر. انزل قبل ما تخسر الجلد والصار. حاضر. لسه صاحي يا سالم؟ اصلي سرحت مع روحي، شفت نفسي وانت معايا في البلد بنزرع الارض. للدرجات دي رايد الارض يا سالم؟ رايدها بشوق التايه في الصحراء على نقطة مية تبل ريقه. قد عزيزة ولا اكتر؟ اسمع يا رضوان، ابويا الله يرحمه قال لي حكمة من زمان عششت في مخي لحد دلوقتي. قال لك ايه؟ قال لي اللي يعز ارضه ارضه تعزه. الارض هي الاصل، هي امك ومراتك وعيالك. ايوه 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 ايوه، يعني كيف؟ احنا كلنا جينا مش منها يا رضوان، وعشنا ازاي مش من خيرها، وبرضه في النهاية هتلاقيها فاتحة حضنها عشان تسترك في ترابها. فهم؟ يا ريتني كنت اقدر احلم زيك يا سالم. وما تقدرش ليه؟ ما احنا ربنا مسهلها لنا اهو. قلبي مش مطمن. الظاهر الراجل اسمه عتريس ده قلبه ملان مننا قوي، واقطع دراع المكان هو ذات نفسه. دار وكان لازم استاذن منه قبل ما اخرج مع عزيز. ما قلناش حاجه، بس ما توصلش البهدله وقله القيمه بالشكل ده. اسمع يا اخوي، احنا من بكره نلموا خلقاتنا وندوروا لنا على اي حته نتوه فيها بدل كسره النفس دي. هو حد لاقي خرم ابره دلوقتي؟ مش هنغلبه ان شاء الله. نلاقوا لنا بيت ب3 4 جنيه. مش ولادك اولى بالفلوس دي يا رضوان.
يعني لو فكرت في مستقبل عيالك هيهون عليك اي حاجة عشانهم. هانت يا رضوان، كلها شهرين 3 ونرجع البلد تاني. وإن كنت يا سيدي أنا كاتب فوق نفسك، أنا مستعد أهج كل ليلة ولا أرجعش غير على الفجر. يعني تقدر تستحمى كل ليلة. فعرضك بلاش، هي حمومة واحدة في الجمعة وربنا يقوينا عليها. ما تسيب سالم في حاله يا عتريس. يعني هسيبه ياكل حقها؟ طب واحنا مالنا ومالهم؟ ما هم اهل في قلب بعض. وكانوا فين السنين الطويله دي كلها؟ البت دي هتفضل تحت رعايتي انا لغايه ما يجي لها عدلها. يا سلام، ما هو جالها بدل الواحد 5 وانت اللي ما رضيتش. ما كانوش من مقامها. طب وطلبه ماله؟ اهو جدع وكسيب. انا ما ربيتهاش لحد ما بقت عروسه عشان اديها اللطخ زي طلبه. لو كان ربنا رزقني ببنت ما كنتش عملت لها اللي بعمله علشان عزيزه. لكن نعمله ايه؟ حكمه ربنا. سامحني يا عتريس، ما قدرناش نجيبوا لك عيال تملى عليك الدنيا. دنيتي ما فيهاش حد غيرك يا فهيمه. الحمد لله. انا دلوقتي بس اطمنت. انا كنت فاكره ان عزيزه هتخطفك مني. عزيزه العيله ما بقتش عيله يا معلم، ما بقتش عيله. انت مجنونه. نعمله ايه؟ بحبك يا عتريس. محدش هيقدر ياخدني منك. من ساعه ما خرجت البت من الاصلاحيه وانت بتبعد عني. ابعد ازاي يا فهيمه؟ ابعد بعد ما ايديا اتملت دم علشانك؟ يا حبيبي مبروك على ايه؟ كسبنا اللوتريه يا سيدي وانا داخل المينا ساعة الصبحية لقيت المعلم عتريس في وشي لما عرف ان طول ابنك يوم الخميس. وهو ماله مغفور ابني؟ ما تتكلم عن مخليات. قال لك تعمل ايه في الولد؟ حلف براس ابوه لحد يجيب مصاريف الليله غيره. يا 100 اهلا بالمعلمين. انتوا فين يا جدعان؟ ده انا قلبت عليكم المينا من الصبح. احنا في الحقيقه يعني تقعدوا بتتفضلوا ولا نزل 2 بوري وبراد شاي ميزه للمعلمين. يا مرحبا. الله يرحبك يا معلم. اوعى يا جدعان تكونوا خدتوا على خاطركم اللي حصل ليله امبارح. اصل انا متقل العيار بيفلت العيار. منعول ابو الخمره. على العموم يا معلم انت اخونا الكبير. وانت شهم يا سالم وانا بستعذر لك. جالك كلامي؟ مش قلت لك انك فاهم المعلم غلط؟ في بيتها يا سالم، بس انتوا لازم تعذروني. ده انا شايل امانه في رقبتي. وصيه المرحوم ابوها قال لي يا عتريس يا ابني شوف بقى، انا عايزها ليله من 1000 ليله. لازم اشرفكم واطور رقبتكم قدام الولد طلبه وعيلته. طلبه ده ايه اللي هنعمل له حاج عرب؟ ده ما يخش الذمه بصاغ. عيب يا رضوان، بلاش كلام الصغار ده. يا شيخ بيني وبينك يا سالم الولد طلبه ده غلس ومش نازلني من زور. اصله من 2 كان طلب مني ايد عزيزه. انا حطيت له العقده في المنشار وقلت له ان مهرها 500 جنيه، ومن ساعتها بطل يكلمني في الحكايات دي. انا عاوزك تشد حيلك وتكيد العوازل وتحوش مهر عزيزه. طب كنا حوش تمن الارض الاول يا معلم. لا انتهوا حدود. ده انتوا جدعان بعفتكم. ولكل مجتهد نصيب ولكل فارس كبوه. وتجري جري الوحوش وغير رزقك مدحوش. منعول ابو الخمره.
مرة 1000 مرة المعلم سالم 1000 مرة واخوه المعلم رضوان 1000 مرة ابن المعلم رضوان صاحب الحفلة 1000 مرة 1000 مرة الصعايدة بس الجدعان بس المعلم عتريس ابو الجدعان المعلم عتريس ابو الجدعان سلام نشرة الاخبار يا جدع. الريس عتريس اللي مشرفنا مطور يا جميل الريس طلبة ابو الريس طلبة اخوات الريس طلبة القلوب الصافية احلى سلام يا جدع. ايه رأيك في فستان؟ حلو وتسريحة شعر حاجة على فرانكا خالص. امال سالم ما بيقوليش الكلام ده ليه؟ سالم يا اختي ما فيش في دماغه غير حاجة واحدة، الأرض. قايم نايم ما بفكرش غير في الأرض. خدي طلب ابني عشمان في كرمك وكلمنا اطلب يد عزيز. الحقيقه يا عم سليمان عزيزه ما تغلاش على طلبه، يعني هنلاقوا زيه فين ده؟ جدع ابن حلال وكسيب وجمال وشنتل. بس في الحقيقه ابن عمتها سالم اتكلم عليها من يومين. بس انا اللي طلبت ايدها في الاول يا معلم، وكان لازم تقول كده لسالم. المعلم قال لي يا طلبه، بس قال لي كمان انك غيرت رايك لما عرفت ان مهر عزيزه 500 جنيه. ايه؟ واحده يكون عندك. عايز تعمل ايه يا مجنون؟ هنرفع راسنا لفوق وندفع مهر عزيز. راسنا مش هتبقى لفوق غير لما نشتري الارض يا رضوان. يعني عايز ادفع مهر عزيز النهارده واسرح معاك بكره بصندوق ورنيش عشان ناكل العيال؟ ملعون ابو دي ارض اللي هتطلعنا صغار قدام الناس. يا معلم عدريس، عزيزه ما هياش جاموسه عشان تنزلها السوق وتديها اللي يدفع فيها اكتر. انت عارف انها بنت خالي وانا اولى بيها من الغريب. الحقيقه يا سالم مش عارف نقول لك ايه. كل واحد يتكلم على قد اللي في جيبه يا سالم. جرى ايه يا معلم عتريس؟ احنا هنسيب الصغار يتكلموا؟ ما تقول قولك يا كبير الاسنويه. اسمع سالم، اسمع الطلبه، احنا ما صدقنا النفوس تهدى وتبقوا حبايب، لكن اذا كانت خطوبه عزيزه هتخليكم تخسروا بعض يبقى عيب قوي الراجل يبيع صاحبه علشان حرمه. كلامك صح والله يا معلم عتريس. معناته ايه الكلام ده يا معلم؟ لا انت ولا سالم هتتجوزوا عزيزه. قلت ايه يا سالم؟ انت الكبير يا معلم ولا فيش كلمه بعد كلمتك. الله جري يا معلم، عيب قوي لما تعمل مقامنا بمقام شويه عيال صيع زي دول. والله ما صيع وعايز ضرب البلغ غيرك يا طلبه. لا حول ولا قوه الا بالله. طمني، حصل ايه؟ اهو هيتحجز لبكره لحد ما يعرضوه على النيابه. الله ينعل ابو الارض وسطنها اللي ضيع الجدع وهتضيع التاني. في ايه بس لو سالم ضحى بثمن الارض ودفع لك مهر؟ مش ساعتها كنت اوقف المرحوم طلبه عند حده. الظاهر كان عندك حق لما قلت لي ان سالم طمعان في الارض. انا مش عارف ايه اللي حصل. رضوان قال لي جاهزين بالمهر، وبعد شويه وقف سالم قعد يقول لي امثال وحكم. ايه الموضوع بالظبط؟ ربنا هو العالم. انا شفت خلاص، من النهارده مش هسمع كلام حد غيرك ومش هخرج عن خلفك ابدا. بس المهم ان احنا نعمله باصلنا ونقوم له اكبر محامي. ده مهما كان ابن عمتي. الشهود كلهم
بيؤكدوا ان طلبه هو اللي رفع المسدس على سالم. الشهود يا بيه يعني اللي شهدوا اللي شافوا، لكن انا عاجز. اسال المعلم عتريس كبرنا واللي يقوله هو الصح. انا بسالك انت وانا برد عليك يا بيه، انا عاجز نظر. وانتوا شفتوا ايه؟ يا بيه اخويا طلبه هو اللي رفع سلاحه على سالم. المسكين الطري دافع عن روحه. سالم جدع امير عداه العيب، المرحوم اخويا هو اللي غلطان. يعني كلكم متفقين على ان سالم كان في حاله دفاع شرعي عن النفس. يا سعاده البيه، لو سالم غلطان ما كانوش اخوات طلبه سابوه يقف قدام سيادتك كده. لو سمحت يا فندم تضم للتحقيق المحضر اللي عمله سالم ضد طلبه، واثبت فيه انه طلبه كان بيحتك بيه وبيهدده. اكتب: يفرج عن سالم الإسناوي بالضمان الشخصي نظرا لعدم توافر الأدلة في جريمة القتل الخطأ. انا شايف يا سالم ان العقل بيقول انك تسافر البلد دلوقتي لحد ما النفوس تهدى. يعني اهرب من الموت على ايدين اخوات طلب عشان اتلقاه في البلد على يد عواد. ما دام موته بموته خليني هنا لحد ما الم ثمن الارض. هو انت كل اللي في دماغك الارض وبس؟ ما فكرتش في اخوك وولاده؟ ما فكرتش في عزيزه اللي عشمها انك تتجوزها؟ انا مش هتجوز غير الراجل اللي احس انه بيحبني، مش بيحب ارضي اكتر مني. يا معلم عتريس، قعدنا هنا هيسبب لك اشكالات، واحنا ما هيخلصناش يكون جزات معروفك اننا نحرجك، وعشان كده من بكره هندور على مطلع تاني نعدل فيه. على عين اللي انت بتقوله يا رضوان، بس انت سمعت اللي اتقال. بقول ايه، بلاش انت وسالم تنزلوا المينا دلوقتي. ازاي الحال دلوقتي؟ بعد 5 سنين على الجبهه كنت فاكر اني مش هشوف لون الدم تاني، كنت فاكر اني هرجع البلد ويبقى لي بيت زي بقيه خلق الله، بس يا خساره. تبقى غلطان يا سالم لو ما كنتش فاهم ان الحياه معركه شرسه. يا سالم احنا بلدنا بقالها 30 سنه يا فندم ابن عمده بلدنا قطع صباعه عشان ما يدخلش الجيش، ودلوقتي بقى صاحب 1,000,000 جنيه ومن خردة الجيش، وانا اللي ضاع من عمري 5 سنين في الحرب مش لاقي حتى المتوى اللي يلمنا انا واهلي. يا سالم الحرب اللي بيكسبها الشجاع اللي زيك، وللاسف بيستفيد منها الجبان اللي زي ابن عمده بلدكم. الشاي يا باشمهندس. تعيش يا رضوان، ان شاء الله تكون مبسوط في الشغل. يا سلام، ايوه امال، او كده الغفير ولا بلاش، مش زي بلدنا كنت اقول لهم كيف ابقى غفير وما معيش سلاح ادافع بيه عن الاثارات لو حد سرقني. عارف كانوا يقولوا لي يا باشمهندس؟ يقولوا ايه يا رضوان؟ كانوا يقولوا لي الهرم مطرحه بقاله 7000 سنه وما حد سرقه. سالم انا عايزاك ضروري. وبعدها يا سالم هنفضلوا عايشين في الرعب ده لحد ما هانت يا سكينه، روح انت دلوقتي. خد يا سالم كمل تمن الارض. ايه دول؟ تمن البغل والكرو، ما عادلهمش عوزه. رجع فلوسك يا فهيمه، كتر خيرك، كلها شهر وتمن الارض يكمل. ما تنشفش راسك يا سالم، طلبه ونجيت منه ده صحيح، انما ما حدش يعرف بعد كده هيحصل ايه. روح يا سالم اشتري الارض واكسر سمها، ده ما طرحت عذاب لناس كتير وانا اولهم. كانوا اهلي طب يا سالم خدها وريح قلبي. انا هشتريها بفلوس يا فهيمه، بمكسبي وعرقي. ولو قلت لك يا سالم ان انا ليا مصلحه انك تشتري الارض دي النهارده قبل بكره. ومصلحتك ايه؟ انا عايزه ارتاح، عايزه بالي يهدى، عايزاك تشتري الارض وتتجوز عزيزه وتبعدها عني. انا بحب عتريس يا سالم، بحبه ومش عايزاه يضيع مني. عزيزه عيله وعتريس الله يسامحه بيودود لها في ودنها. الخمره لحست مخه يا سالم ونسي انه لو كان خلف بنت قدها. ودك بعافيه. تسلم الايادي. متجوزه ليه؟ ابدا. تيجي نروح الملاهي الليله؟ انا كبرت على المراجيح يا عتريس. واخد بالي، كبرتي وركزتي. اللي بالحق مفيش اخبار عن ولاد عمتك؟ فهيمه هي اللي بقت اعز الحبايب، كل يوم والتاني عندهم. فهيمه؟ الله، مش ده الكرل والبغل بتوعها؟ ايوه. ولا داوود جبت
فهيمه بس شطرت عليها في الثمن. دلوقتي بس انا فهمت ايه اللي خلى فهيمه تقلب عليا من يوم ما جابنا عمتك سالم. قصدك ايه؟ سالم ما قدرش يميل دماغك عشان تديله الارض، ميل راس فهيمه علشان تبيع الكر والبغل وتديله الفلوس يكمل بيهم ثمن ال3 قراريط. سالم وفهيمه. بقول لك انت طيبه على نياتك، ما تفهميش العالم ده كله. اسمعي يا عزيزه، ما تزعليش مني، لكن لازم اخلص عليهم، لازم اقتل فهيمه وسالم. وتسيبني لمين يا عتريس؟ ده انا ماليش غيرك دلوقتي. الشرف غالي يا عزيزه. وتضيع نفسك وتضيعني عشان واحده ما تساويش. طلقها، ارميها رمية الكلاب، وانا مستعده اناقش وخدامه لاضراب رجليك، بس ما تسيبنيش للزمن يقطع فيا يا عتريس. بنت فهيمه. نعم يا معلم. انت بعت البغل والكرو؟ ايوه، وحدي فلوسهم لسالم، حاجتي وانا حره فيها. ده انا هشرب من دمك يا فاكره. اضرب يا معلم اضرب، لكن برضه هقف في صف سالم، لان هو الوحيد اللي يقدر يحرمك من عزيزه. انت خرجت يا وليه؟ دي الحقيقه يا سي عتريس اللي لازم الناس كلها تعرفها، ان المعلم ابو هيبه اللي بتتهز له الارض بيريل على حته عيله من دور ولاده، مش كده ولا ايه يا سيد المعلمين؟ انت جرى عليك حاجه؟ هو انت خليت في عقل؟ انا ست وقلب الست عمره ما يكذب عليها. انا فهيمه بتاعت زمان اللي كنت بتدوب في التراب رجليها وقتلت علشانها. انت اللي طلبت مني كده. كذاب! انا عمري ما قلت لك تقتله. انت ما قلتيش بالكلام، لكن عينيكي كانت بترجاني، كل حته في جسمك كانت بتصرخ وتقول اقتله اقتله. كفايه دم يا عتريس، كفايه دم ابو عزيزه ودم طلبه. انت الظاهر ما ينفعش معاك الذوق، 3 بالله العلي العظيم ان ما حطيت لسانك تحت درسك اكون رامي عليك يمين الطلاق. تبقى ناوي تحط رقبتك تحت حبل المشنقه. انت بتهدديني. اياك تكون فاهم انك عشان ما طفشت سالم ان الطريق خليلك عشان تتجوزها، لا ده انا قاعده لك زي العمل الراضي، وبدل ما يسفوك عليها هزفك انا على التربه بايديا دول. طيب يا فهيمه، اما اشوف انا ولا انت؟ الو قاعد عند داوود انا ما تجيش تليفون. الو، ما توطي الزفت ده. ايوه يا سيدي، دي تاني مره اتصل بيكم، بعد كده ما حدش ليه كلام معايا. اكد على عواد ينزل اسكندريه، وبعدين دي حاجات ما تتقيس في التليفون. مع السلامه. وايش اخرتها يا عتريس؟ يرضيك دم طلبه يروح حضر؟ عايزين اللي اعمل لكم ايه اكتر من اللي عملته؟ اكتب لكم سالم؟ اديني كرشته من البيت. حد هيسكت تخوه؟ ولا خايفين من بوليسك منه حاطط عينه عليكم؟ نطخه كيف يا عتريس وهو لسه في حمايته؟ بقول لك كرشته من البيت. امال بيعمل ايه هناك دلوقتي؟ هناك فين؟ قولوا للمعلم حصل ايه لما قتلتوا سالم النهارده. قولوا للمعلم راح فين؟ عندك في البيت يا معلم، لسه انا شايفينه داخل هناك. اصبر يا سالم، عتريس زمانه جاي وكل شيء هيتحل بالهداوه. انا لا يمكن استنى اكتر من كده. لم هدومك وتعالي معايا، مالكيش قعاد في البيت ده بعد النهارده. انا نفهمه في الاصول يا سالم، والاصول تحكم ان ما نقدروش نسيبه البيت من غير ما نستأذنه صاحبه. اصلي نويت اسمع كلامك وارجع البلد. ما ترجع يا اخي، حد هيشك. ومعايا عزيز. لا، وعزيز تاخدها معاك البلد ده بأنهي صفه؟ وهي قاعده معاك هنا باي صفه؟ على الاقل احنا اهلها. عتريس هو اللي رباني يا سالم، وعمره ما طمع في ارضي. الارض اللي انت فاكر اني طمعان فيها تمنها هو على داير المليم. ويوم الخميس الجاي هاجيلك نكتب العقد على القهوه، مادام مش عايز حد يجيلك البيت. وبعد كتابه عقد الارض هاخد بنت خالي في يدي ونرجع البلد تاني يوم. عزيزه مش هتخرج من هنا غير مع الراجل اللي هيدفع مهرها. اهم 500 جنيه، عدهم على مهلك. شيل فلوسك في جيبك يا سالم، المحامي هيكون معايا على القهوه يوم الخميس علشان نخلصوا حكايه الارض دي. اما موضوع عزيزه سيبني نسالوها، مش واجب برضو ناخدوا رايها؟ مش يمكن ترفض؟ ترفض تقبل ما يهمنيش، هتسافر يعني هتسافر. دي بنت خالي والقانون يديني حق الولايه عليها، حتى بسال المحامي بتاعك. فوتكم بعافيه.
هو في احلى من انك تقف في فرح عزيزه؟ كمل جميلك يا عتريس وريح قلبي. هنريحوه يا فهيمه، هنريحوه على الاخر. نويتي عليه يا عزيزه؟ خلاص بيع له الارض مهما كان ده ابن عمتي اولى من الغريب. سيبك من الارض، انا عاوز اعرف رايك في حكايه الجواز. مش انت قلت اللي يدفع مهرها هو اللي ياخدها؟ يا خساره تربيتي فيك يا عزيزه، كده تشميت الناس فيا وتخليهم يقولوا ان سالم اتجوزك غصب عني. غصب عنك ليه؟ مش طلبني منك. والناس هتعرف منين ما دام هتتجوزوا من غير ما تعملوا فرح؟ وما نعملش فرح ليه؟ ما هو على ايدك عاوز يسافر يوم الجمعه، لو باقي على سمعتي صحيح خليه ياجل سفره. ما تحرمنيش من فرحتي بيكي في الليله اللي عشت طول عمري اتمناها. معك حق يا عتريس. خير يا عزيزه؟ عتريس لسلك على طرف؟ ابدا ابدا، انا جايه لك دلوقتي عشان نعرفه منك حاجه واحده. انت بتعزني صحيح؟ لسه كعيله يا عزيزه. هو انا لو ما كنتش بعزك بصحيح كان ايه اللي خلاني احمل نفسي دين واستلف مهرك؟ يا سالم لو انت بتعزني صحيح زي ما انت بتقول يلا بنسافر ودلوقتي حالا. صحيح؟ انا بحلم ولا ايه؟ صحيح يا سالم. طب روحي لمي هدومك دلوقتي على ما اروح اجيب العتريس وامضي معاه عقد الارض وجابليني هنا. باي باي. ايه يا ولد؟ راح عمي بيغني بعزيزه. يخنقها؟ لا يا ولا ده بيحط لها قطره. بحنكها؟ يوه ولسه. وانت مالك ما بتبصش؟ واد مخه ضمن زي امه. يعني ما جالناش خبر لحد دلوقتي يا عتريس؟ ما دام اتاخر عن ميعاده كده يبقى امر الله نفذ. انت متاكد؟ شوف يا عم سليمان، ان ما خدتلكمش بطاركم من ثاني بالليله يبقى من حقكم تتصرفوا معاه زي ما انتوا عاوزين. علي عتريس واحد مخبر بيسال عليه. مش قلت لك؟ اذا حد سالكم قولوا كنا هنا مع بعض من ساعتين فاتوا. معلم عتريس وصل يا فندم. السلام عليكم سعاده البيت. انا معلم عتريس، اتفضل. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. هو في ميعاد بينك وبين سالم النهارده؟ ايوه بيه، علشان نبيعوا له الارض بتاع بنت خاله، حتى معايا حجه الارض دي. هو لا قدر الله حصل لسي سالم ميتها حاجه؟ لا ابدا، بس لما عرفت انك موعده على القهوه خفت لا يحصل احتكاك بينه وبين اخوات طلبه. عيب يا بيه وانا موجود، ده انا في دي برقبتي. معلش الاحتياط واجب، وعشان كده بعت له مخبر يستناه في الطريق ويجيبه على هنا. عين العقل يوصل مع ألف سلام. السلام عليكم. لا مؤاخذة يا معلم عتريس، اتأخرت عليك شوية. أصل عربية الباشمهندس اتعطلت في السكة. أنا كمان عاوز نستعذره عشان المحامي ما جاش النهارده، مع إني جاهز بالحجة وكافة كل شيء. قولي ما نأجله بقى العقد لبكرة. ونأجل ليه؟ حضرة الظابط موجود اهوت وممكن يكتب لنا العقد. وماله يا أخويا؟ إحنا في ديك الساعة لما الحكومة تحط إيدها في... بتعملي إيه؟ بتلمي هدومك ليه يا وسام؟ همشي قبل ما اغرق في بحر الدم اللي عايز تعيشني فيه. أنا؟ صدقتك يا عتريس،
وتاريخ جايب عواد عشان يقتل سالم. عواد؟ عمل ايه سالم عشان تموته؟ عاوز ياخدك مني. 15 سنة وانا براعيكي، 15 سنة وانت كل يوم بتكبري في عينيا لغاية ما بقيتي زي الوردة. كل نظرة، كل ضحكة انا ليا حق فيها. انت ملكي ملكي. انا لازم امشي. مستحيل مستحيل. انا بحبك يا عزيزي، ما تسيبنيش. هطلع فهيمة واتجوزك. سيبني بقول لك سيبني. ما اقدرش. سيبها يا عتريس. اجري، التاكسي مستنيكي تحت. عزيزة لو حاولت تحصلها هرشقه في قلبك. رضوان، خطوة واحدة وهطخ في المليان. لساك بتجري ورا الموت يا عواد. بعد عن طريقي يا رضوان، طاري مع سالم. خدنا ايه من الطار يا عواد غير دم على دم وحزن على هم؟ انا كنت هقتلك يوم طلوعك من لومان، لكن دلوقتي عايز اعيش واربي عيالي. انت جبان وما تسوى طلقة. مضيت العقد يا عزيزي. الف مبارك يا سالم، اشغل اخوك فرحه. هو فين؟ فين في الداير الناحية. خليكوا هنا. وبيقولوا الحرب انتهت. الحرب ما انتهتش. الحرب ما انتهتش. الحرب ما انتهتش.